يا مساء الخير يا عليكم يا ولاد. ازيكم عاملين ايه؟ هعمل النهارده معاكم اكله جميله جدا وسهله جدا وما بتاخدش 5 دقايق. حاجه كده في منتهى الجمال، سهله وبسيطه وبمكونين مش اكتر من كده. طيب ايه بقى الوجبه الجميله دي؟ دي الاكله المفضله، وكانت والدتي لما كانت تعملها لنا كنا بنبقى فرحانين جدا. اكله بتنزل يعني القلب قبل ما تنزل المعده. حاجه كده جميله جدا. طب يا ستي شوقتينا، قولنا ايه هي. عباره عن بطاطس مهروسه وبيضتين. مكونين زي ما قلت لكم، ما ينفعش استغنى عن حاجه بدل حاجه. بطاطس مهروسه وبيض. انا طبعا قبل ما ابتدي الفيديو كنت سلقه البطاطس وكنت سلقه البيض. طبعا الكميات انتي حسب رغبتك انتي وعلى قد ما انتي عايزه هتعملي. لكن انا عملت طبعا يعني حاجه بسيطه كده عشان اوريلكم الاكله دي. وانتوا طبعا براحتكم، انتوا تكتروا تقللوا براحتكم على الاخر. جبت بطاطسايه كده جميله كده ومدوره ومنوره، وسلقتها وهرستها كويس جدا، وسلقت البيض بتاعي. تمام. طبعا في حاجة مهمة عايزة اقولكوا عليها بالنسبة للبطاطس. طبعا لما اسلقها لازم اهرسها في نفس الوقت، بتبقى طرية جدا وناعمة جدا وتهرس معايا بمنتهى البساطة. ما ينفعش ان انا اقعدها بعد ما تتهرس في قلب المية عشان ما تبوش. تمام. كده على البوتاجاز انا بوريكم، انا حطيت حوالي 3 معالق من الزيت. انا ما بحبش احط المادة الدهنية كتير قوي، ما بحبش الزيوت الكتير في الاكل. تمام. في طاسة كده محترمة كويسة، وحطيت فيها السمنة بتاعتي، ممكن احط معلقة زيت معاهم، مفيش مشكلة. وطبعا البيض زي ما بوريكم كده مقطعة طرنشات او مكعبات على حسب ما انت عاوزة. طبعا هرست البطاطس بتاعتي زي ما انا مورياكم كده، واستنيت لما المادة الدهنية بتاعتي خلاص سخنت، وهنزل بالبيض بتاعي. طبعا اهم حاجة بقى، في تركية مهمة جدا بالنسبة للبيض. انا مش عارفة الطريقة دهيت انتوا عارفينها ولا اول مرة هتعرفوها، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، واللي يجربها يقول لي عجبته او لا. هتعجبكم جدا وجميلة جدا جدا جدا. وممكن تنفع فطار زي ما قلت لكم، ممكن تنفع عشاء، ولو غدا ومش قادرة تقفي في المطبخ هتعمليها ومفيش اي مشكلة. وطبعا الاكل ده اذواق زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي اللي السابقة. يعني بقدر انوع وبقدر اشكل وبقدر اقلل وبقدر ازود. والحياة تجارب يا بنات، اللي لسه بتعلم المطبخ الحياة تجارب ومفيش حاجة صعبة خالص، كله سهل. تمام. خلي بالكو البيض انا بسيبه على في المادة الدهنية لازم يتحمر. ما ينفعش ان انا اديله تشويحة واروح يعني واشتغل فيه على طول او احط عليه البطاطس، لا. ده من طعمه المميز ان لازم يتحمر، لازم ياخد لون. انا مش بقول انه يتحمر ان انا يعني ياخد لون زيادة، لا، انا هخليه لونه ذهبي. ودي اهم حاجة، ودي اللي بيخلي طعمه مميز جدا. بصوا بعد ما خد معايا لون، انا مش عارفة الكاميرا مش مبيناه قوي، انا بحاول اقربه لكم عشان تشوفوا اللون، لكن برضو مش واضح يعني في الكاميرا قوي. هو كان لونه ذهبي، يعني متحمر كويس. تمام. انا مش بقول محروق، خلي بالكوا عشان ما تقولوش قالت ان هو متحمر. متحمر يعني لونه ذهبي. تمام. ونزلت عليه بالبطاطس المهروسه. تمام يا حبايب قلبي. انا كنت البطاطسايه حط عليها بيضتين، تحب البيض الزياده هزودي بيضه كمان، لكن كده كان تمام. كان تمام كويس جدا. تمام. وخلي بالكوا البيض لما بيجي يتشوح قبل ما احط البطاطس بيقعد يعمل طرطشه جامده جدا. خلي بالكوا ما تخلوش ايديكوا قريبه منه وانتوا بتقلبوا. تمام. كده حطيت فلفل اسمر، ودي التوابل بتاعتي، ما بحطش اكتر من كده. فلفل اسمر وملح، وبظبط الملح بتاعي عشان يبقى طعمه حلو. خلي بالكوا فيه ممكن تحطوا معاه كركم لو بتحبوا الكركم، ما بتحبوش هي الوصفة الأصلية ما فيهاش كركم، بس أنا ساعات كده يعني يجيلي مزاجي زي ما بقولكوا، الأكل كده أذواق، وممكن تزودي على حسب ما انتي عاوزة، ممكن تحطي كركم بيبقى طعمها هايل على فكرة. انا والدتي الله يرحمها كانش بتحط عليها كركم ولا الكلام ده كله، لكن انا حبيت طبعا ازود كده ولقيت طعمه جميل قوي قوي. وطبعا في الفوائد، فوائد الكركم لا تعد ولا تحصى. فاحنا بنزود حاجات فيتامينات كده وحاجات زيادة بتدي طعم ونكهة جميلة. تمام. خلاص انا اخدتها تشويحة كده عشان بس الملح اللي انا حطيته والفلفل الاسمر، وحطه في الطبق بقى، طبق التقديم. طبعا حطيت كان عندي بقدونس، حطيت كده على الوش، يعني منظر كده جميل، الالوان كده المختلفة كده بتدي يعني لون كده جميل كده يعني.
تمام، وتشجعي أولادك على الأكل. طريقة مميزة وطريقة جميلة. الأكلة دي عايزة رغيفين عيش بلدي طراي كده ومحملين، وطبق سلطة جنبهم أو تومية، وكلي بقى واشبعي منها. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا، متأكدة إنها هتعجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب أكون خفيفة عليكم. أرجو منكم كومنت، وأرجو منكم لايك، يا ريت تدعموني. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة حبايب قلبي.